بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أي من الفوائد المستنبطة من سورة وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة. ومن المصلحة أنه إذا كان هناك من ينشر البدع والضلالات ورأى وهناك رجل على علم بهذه البدع والضلالات، أن يقول للناس: أنا عندي علم وأنا سأعلمكم. هذه من المصلحة لأجل ألا يغتر الناس بذلك المبتدع وبذلك الضال وغير ذلك من المصالح، بشرط قال: ولم يقصد به العبد الرياء وسلم من الكذب، بشرطين: ألا يريد بذلك الرياء، يقول أنا عندي علم، أنا عندي معرفة بهذا الشيء، لا يريد الرياء، وإنما يريد إما نفع الناس وإما دفع عنهم مضرة، وسلم من الكذب، أي أنه لا يقول أنا عندي هذا الشيء وهو ليس بعنده، أنا عندي علم، أنا عندي خبرة، وهو ليس عنده بهذين الشرطين: ألا يقصد به الرياء وأن يسلم من الكذب. قال: لقول يوسف، أي الدليل على ذلك أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال. قال لقول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال: وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. نعم، الولاية وطلبها مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نعطي هذه الإمارة أحدا طلبها أو حرص عليها. يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على 2 ولا تولين مال يتيم، وغير ذلك من الأدلة التي فيها ذم الولاية وذم طلب الولاية. لكن إذا كان هناك مصلحة في طلبه للولاية والتعرض لها فهذا لا بأس. ومن شروط طلب الولاية إذا كان فيها مصلحة أنه يستطيع أن يقوم فيها بحقوق الله وحقوق عباده، أن يؤدي إلى العباد حقهم وأن يؤدي حق الله، لا يكذب، لا يغش، لا يرتشي، لا يخون الأمانة إلى غير ذلك. وهذا في هذا الزمن غير موجود. ما من أحد يتولى إلا
يكون يعمل المخالفات، إلا ويعمل المخالفات، لأنه لا يستطيع أن يقوم بحق الله عز وجل ولا بحق العباد. قد يستطيع أن يقوم بحق العباد، لكن حق الله لا يستطيع من يتولى أن يقوم بحق الله عز وجل في هذه الولاية. فلذلك يعني لا يصلح طلب الولاية في هذه الأزمان المتأخرة، كما هو معلوم أنها أصبح المسلمون في ضعف، فيفعلون ما يملى عليهم من دول الكفر ومن أعداء الله عز وجل، إلا إذا كان يستطيع أن يقوم بحق الله وحق عباده، وهذا لربما يكون أندر من النادر إلا في بعض الدول، وكذلك بشرط ألا يكون هناك غيره مثله، أي في الكفاءة. فإذا كان غيره مثله فلا يشرع له طلب الولاية، أو كان هناك من هو أعلى منه في الكفاءة، فهنا لا يشرع له يذم طلب الولاية. قال: ومنها أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان والتقوى. قال: وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها. نعم، خير الآخرة خير من ثواب الدنيا وملكها، ولا مقارنة بين خير الآخرة وخير الدنيا، فخير الآخرة دائم أبد لا يزول، وخير الدنيا يسبقه العدم، لم يكن قبل ذلك، ويلحقه الزوال، ينتهي بالموت أو بذهابه عن العبد ويعتريه، أي في حال حدوث خير الدنيا فإنه يكون فيه منقصات من هم وحزن وغم وكرب وغير ذلك. وأما نعيم الآخرة فلا يعتريه زوال، وهو دائم أبدي سرمدي، ولا ينقصه شيء، بل هو تام، بل نعيم الآخرة تام. يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. أما نعيم الدنيا فيعتريه الحزن ويعتريه المرض ويأتيه الزوال، فلا مقارنة بين خير الدنيا وبين خير الآخرة. خير الآخرة خير وأبقى. قال: وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم، لقوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، إذا رأى العبد أهل الدنيا وما أعطاهم الله عز وجل من النعيم فلا يحزن ولا يبأس ولا ييأس، بل عليه أن يسلي نفسه بما أعد الله عز وجل لأهل الإيمان والتقوى من خير الآخرة ومن نعيم الآخرة.
وعليه أن يسلي نفسه بأن هذه الدنيا دار زوال، وأنها أيام قلائل وبعد ذلك تنتهي وتطوى صحائف الأعمال. فالعاقل من يسعى لفلاح نفسه ولخلاص نفسه من عذاب الله عز وجل، ولفلاحها في ثواب الله عز وجل ونعيم الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي علينا جميعا، أننا لا نحزن لما يحصل لغيرنا في هذه الحياة الدنيا من نعيم. المؤمن لا يحزن لما يصيب غيره في هذه الدنيا من نعيم، فإن نعيم الدنيا زائل، ونعيم الدنيا يعطيه الله عز وجل لمن أحب ولمن لا يحب، لمن أحب ولمن لا يحب. قد يعطيه الله عز وجل الكافر، كما يشاهد ويرى أن الكفار في نعيم في هذه الدنيا، أن أغلب الكفار في نعيم في هذه الدنيا. فالله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا من أحب. فإذا وفقك الله عز وجل وهداك الله عز وجل للإيمان والتقوى فافرح بهذا واسعد بهذا، فهذا الفوز والفلاح الأبدي السرمدي، فهذا هو الفوز والفلاح الأبدي والسرمدي. قال: ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس به. جباية الأرزاق أي جمعها وحفظها، حفظ الأرزاق. إذا أراد لأجل مصلحة الناس أنه يوسع عليهم في الأرزاق، يجمعها ويحفظها لأجل أنها ستأتي لربما أوقات شديدة فيحتاج الناس إلى هذا الرزق، فهذا لا بأس به، بشرط ألا يلحقهم ضرر. في حال الجباية تكون عندهم ما يكفيهم عندما تجمع الأقوات والأرزاق في هذا الوقت. هناك أيضا ما يكفي الناس، لا أنك تحتكر، أنه يحتكر، يجمع الأرزاق ويجعل الناس يحتاجون أشد الحاجة، فلذلك ربما ترتفع الأسعار وتغلى الأثمان، فهذا لا يجوز. من هذا يؤخذ أنه لا يجوز الاحتكار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، كما يفعله كثير من التجار هدانا الله وإياهم، يرى أن الناس لربما يحتاجون إلى مثل هذه السلعة في وقت ما فيحتكرها ولا يأتي بها للناس، هي عنده لكنه يؤخرها ولا يخرجها للناس لوقت معين، ولأجل أن يرتفع سعرها، فهذا من الاحتكار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبين أن هذا الفعل خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. أما إذا احتجز هذه السلعة لمنفعة الناس ولا ضرر عليهم، موجود وسعرها وهي متوفرة في هذا الوقت، لكنه حفظها لوقت قد يحتاج الناس إليها ولا تكون في ذلك الوقت موجودة، وهو فعل ذلك لمصلحة الناس ليس لمصلحة نفسه، إنما لمصلحة الناس، فهذا جائز كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، كما سيذكر المؤلف. قال: لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات، السنين التي هي ثمرتها كثيرة. قال: للاستعداد للسنين المكدبة التي ليس فيها ثمر.
وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. نعم، هذا هو معنى حقيقة التوكل على الله عز وجل، أن تلجأ الأمور إلى الله عز وجل، وأن تفوض أمرك إلى الله عز وجل مع بذل الأسباب، لا بد مع بذل الأسباب. فترك العمل بالأسباب تواكل، والاعتماد على الأسباب شرك. الاعتماد على الأسباب شرك. كيف هذا؟ مثلا أنا أريد دخل، فمثلا أريد وظيفة، وأقول في نفسي إن لم تكن عندي وظيفة، فلو لم تكن هذه الوظيفة فأنا لن أرزق ولن يأتي لي الرزق. اعتمد على الوظيفة ليس على الله عز وجل. الوظيفة السبب، نعم، لكن لا، هو اعتمد إن لم تكن عندي هذه الوظيفة فلن أرزق، لن أكون غنيا، لن أكون غنيا، لن. هذا اعتماد على السبب، هذا لا يجوز، هذا شرك. لكن الرجل يريد أن يكتسب مالا، يذهب لأجل أن يتوظف ويتوكل على الله عز وجل. ليس الرزق محصور على الوظيفة، قد لا يوفق لهذا السبب ويوفق لسبب آخر، ويكون السبب الآخر أفضل من السبب الذي سعى إليه أولا. فإذن الرزق التوكل على الله عز وجل هو أن تفوض أمرك إلى الله مع العمل بالأسباب، لا أن تترك السبب، تقول أنا أجلس في بيتي والرزق سيأتيني، هذا ما يصلح، هذا ترك للأسباب، هذا تواكل. لا، اعمل بالسبب وتوكل على الله. مثلا الهداية، أسباب الهداية والتوفيق. أنا سأبقى جاهل ولا أذهب أتعلم، والهداية بيد الله عز وجل. نعم، الهداية هداية التوفيق والإرشاد بيد الله، هداية التوفيق بيد الله عز وجل، هداية التوفيق بيد الله عز وجل. نعم، لكن لابد أن تعمل بالأسباب. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قبل أن يبشر الله عز وجل لهذا العبد بالهداية ماذا قال؟ والذين جاهدوا فينا. لابد من المجاهدة، لابد أن تعمل بالأسباب. ومن أسباب الهداية طلب العلم، بل هو من أعظم أسباب الهداية. إذن التوكل، حقيقة التوكل على الله عز وجل هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع العمل بالأسباب. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.